نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. علمنا في الجمعتين الماضيتين يا عباد الله أن أعظم المنازل وأعظم الكرامات وأقرب الناس عند الله جل وعلا هو من حقق العبودية لله الواحد الأحد، هو من كان عبدا لله وحده لا يشرك به شيئا. هذه هي السلامة، هذا هو الفوز. والله لا فوز إلا بتحقيق العبودية، ولا نجاة إلا بتوحيد الله رب البرية. فكل من خدش توحيده ووقع في توحيده خلل، أيا كان مسلما كان أو غير مسلم، كل من وقع في توحيده خلل، فهذا لا ينفعه عند الله. فإن كان الخلل يا عباد الله من قبيل الشرك الأكبر ولم يتب منه فهو في نار جهنم خالدا فيها أبدا. وإن كان من قبيل الشرك الأصغر فيا عباد الله أهل العلم ذكروا فيه اختلافا، فمنهم من قال يعذب في النار ولا بد ولكنه لا يخلد، ومنهم من قال بل يكون الأمر بين الموازنة، إن كان له عملا صالحا يزيد عن هذه السيئة التي ارتكبها فكان ذلك جزاؤه. أيها الأحبة الأفاضل، إن أعظم السعداء من سعد بتوحيد رب الأرض والسماء. ربنا جل وعلا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في العمل الصالح، وأعظم العمل الصالح إخلاص العمل لله، إخلاص التوحيد لله، أن يكون عملك في ظاهره وباطنه وسرك وعلانيتك، أن يكون هذا العمل لله، لا ترجو به بشرا، لا ترجو به شجرا، لا ترجو به إلا وجه الله. قال الله جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال الله جل وعلا: يرجون رحمته ويخافون عذابه. أيها الأحبة الكرام، السعادة في الإيمان، السعادة في الإيمان، والشقاء في الكفر عياذا بالله، والإشراك بالرحمن. فربنا جل وعلا يقول في الذي يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وربنا سبحانه وتعالى جعل الجنة لعباده المتقين، وأعظم التقى، أعظم التقوى أن تتقي الشرك، أن تتجنب الشرك. فربنا سبحانه يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالجنة لا تكون إلا للأتقياء، الجنة يا عباد الله للنفس المؤمنة المسلمة. أما نفوس المشركين فهذه محلها النار، محلها النار مع الكفرة والفجار عياذا بالله. فالحذر الحذر 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 من الشرك، والسرور والفرحة بالإيمان والتوحيد. يا عبد الله، لا تظن أن الغنى وأن كثرة الأموال والأولاد وأن البدانة
وأن الصحة تنفع عند الله جل وعلا بلا إيمان. فربنا سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ماذا قال الله؟ قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فانتبه يا عبد الله: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال الله جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال الله سبحانه جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما عن الإيمان فربنا سبحانه قال: الذين آمنوا، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا عباد الله، إذا علمنا أن هذه هي منزلة أهل التوحيد، منزلة أهل الإيمان، أن ينالوا رضا الرحمن، فعلينا أن نسعى أن نكون من أهلها. وربنا سبحانه وعدنا وعدا حقا، وعده لا يخلف سبحانه. قال جل وعلا: وانتبه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لفتحنا عليهم، هذه لام الموطئة للقسم. ربنا يقول يقسم وليس بحاجة القسم فكلامه حق. ويقول سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فما الذي يمنعنا من الإيمان؟ ما الذي يمنعنا من التقوى؟ ولو أن الإيمان استقر في القلوب واستقامت أحوالنا لا يقف في وجهنا عدو مهما كان، فالعدو لا يقاوم الإيمان، لأن أهل الإيمان معهم الرحمن. وربنا يقول سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما قال يدافع عن أحد، والله هو الذي يدافع، ومن الذي يقف أمام قدرة الله جل وعلا سبحانه. فانتبهوا يا عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، فإذا جاء المدد من الله فلا حيلة لأحد. يا عباد الله، فعلينا أن نلجأ إلى الله جل وعلا وأن نستعين به وأن نستقيم على شرعه. ومن العجب ومن قبيح الأمر أنك ترى من ينتسب إلى الإسلام يشهد بل ويهنئ من يكفر بالرحمن، فهذا والله من أعظم البهتان. أين التوحيد؟ أين الإيمان؟ أنت يا عبد الله، إن كان عندك عقل، إن كنت تحفظ قل هو الله أحد، فكيف تهنئ من يقول لله ولد؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الذي له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير الكبير المتعال ذي العزة والجلال والكبرياء والجمال والكمال سبحانه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه جل وعلا عن السماوات والأرض: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا كبيرا. تكاد السماوات توحد الله، السماوات توحد الله، السماوات تتفطر للشرك بالله فلا ترضى أن يشرك به سبحانه، والأرض كذلك لا ترضى لأنها جبلت على توحيده،
لها أنها تعلم أن خالقها هو الواحد القهار. والأرض كذلك تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وتخر الجبال هدا يا عباد الله، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. عيسى عبد الله، ولكن هؤلاء المشركون الكفرة هؤلاء استعظموا على الله العظيم، ما عظموا قدرة ربهم، ما عظموا قدرة ربهم ولا عظموا خالقهم، لما وجدوا أن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وعلى سائر النبيين أفضل الصلاة والسلام خلق من أم بلا أب. استعظموا على الله لأنهم جهلة ما علموا قدرة ربهم. ألم يعلموا أن الله قال إن كان عندهم عقل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إن كان الأمر كذلك فكان أولى بالألوهية آدم، أولى أن يكون إلها آدم، فإنه خلق من غير أب ولا أم، فإنه خلق من غير أب ولا أم. من الذي خلقه؟ وإن كان الأمر كذلك فحواء خلقت من ضلع من أب بلا أم. واستعظموا أن يخلق الله عبدا وهو على كل شيء قدير من أم بلا أب، فزعموا له الألوهية. وأول كلمة قالها قال إني عبد الله، قال إني عبد الله. فيا أيها المسلمون، يا أيها العقلاء، بلغوا أهليكم ومن وراءكم أن كل من هنأ أو رضي أو شارك أو أي شيء قدم ولو كوب ماء مهنئا أو معاونا لهؤلاء فقد كذب بقول هو الله أحد الذي لم يلد ولم يولد، لأن الله هو الواحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ومعنى ذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بل وابن الحاج وكذلك ابن القاسم من المالكية وكذلك الشافعي ابن الحاج وغيرهم اتفاق الأئمة الأربعة على حرمة تهنئة هؤلاء بكفرهم، لأن هذا كفر بالله جل وعلا، كفر بالقرآن وتكذيب للرحمن. إذا كانت الجمادات لا ترضى بذلك، السماوات والأرض والجبال الجمادات يا عباد الله، فترضى أنت ذلك؟ هل تهنئ أحدا زنى بأمك أو زنى بأختك أو زنى بزوجتك أو قتل والدك؟ هذا أعظم، لأنه يدعي لله الولد، وربك جل وعلا هو الواحد الأحد. فيا عباد الله، قال نبينا عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، والحديث في أبي داود وهو صحيح. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا إن سلم من الكفر لا يسلم من هذا الوعيد الشديد. وربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقول والذي نفس محمد بيده، والحديث مسلم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة إلا كان من أهل النار ثم يموت ولم يؤمن بي، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا كلام نبينا في صحيح مسلم. وكلام ربنا ماذا قال؟ ماذا قال الله سبحانه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. واسمع الله جل وعلا يأمر نبيه قائلا في كتاب الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا، اعتصموا بتوحيدكم، لا تخسروا الجنة، لا تخسروا الجنة، النار لا يطيقها أحد. يا عباد الله عقوبة الله عظيمة، والشرك لا يغفره الله، الشرك لا يغفره الله. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة. اللهم احينا على التوحيد والسنة، اللهم احينا على التوحيد والسنة، وتوفنا على التوحيد والسنة، وتوفنا على التوحيد والسنة. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، وهي لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم تولى أمورنا واغفر ذنوبنا، واغفر ذنوبنا، وأخلص نياتنا، واصلح ذرياتنا. اللهم اصلح ذرياتنا، اللهم اصلح ذرياتنا أجمعين. اللهم اشف أمراضنا ظاهرة وباطنة، اللهم اشف أمراضنا ظاهرة وباطنة، اللهم اشف أمراضنا ظاهرة وباطنة. اللهم اجعل باطننا خيرا من ظواهرنا، اللهم اجعل باطننا خيرا من ظواهرنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اكفنا شر أنفسنا، اللهم اكفنا شر أنفسنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا الاستقامة على ما يرضيك حتى نلقاك، اللهم ارزقنا الاستقامة على ما يرضيك حتى نلقاك، اللهم ارزقنا الاستقامة على ما يرضيك حتى نلقاك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين، اللهم وفقهم لإقامة شرعك، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم اجعلهم رحماء بالمؤمنين، اللهم ارزقهم الرحمة بالمؤمنين. اللهم تولى أمورنا، اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج كربهم وتولى أمرهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.